السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، بمناسبة شهر رجب المبارك والأيام المفترجة اللي داخلة علينا دي. ربنا يعود علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة إن شاء الله. هنفرز مع بعض وأوريكم بإذن الله شوربة الخضار. هنفرز شوربة الخضار مع بعض كده وهوريها لكم كلها بإذن الله. شوربة الخضار دي يا جماعة تعملها شوربة خضار، تحطي منها على رز البسمتي، ليها يعني ليها كذا حاجة ما شاء الله. هقول لك المكونات بتاعتها بإذن الله. دي معانا فاصوليا خضراء، ومعانا كوسة، ومعايا قرن بيض، وبسلة مفصصة، وجزر، وبروكلي. هتبقى ليها مغذية جدا إن شاء الله وهتعجبكم بأمر الله. بأمر الله كده أنا هبدأ بقى إن شاء الله أقطعها وأظبطها وأوريها لكم خطوة خطوة كده وأوريكم نعملها إزاي. بصوا يا حبايبي أهو أنا قطعت طبعا الشوربة دي عشان هفرزها إن شاء الله وأحطها في أكياس أستعمل منها وتقعد لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. هي زي ما أنا قلت لكم بسلة وجزر وكوسة وفاصوليا ومعانا بروكلي أهو. ده همسك أقطعه عليها وأقلبها في بعضها وأخبيها في أكياس وفي أزايز وهوريها لكم. هبص بتقطعيه كده تمسكي اللي هي الزهرة دي كده وبتقسميها نصين كده، بيخلي بقى الشوربة طعمها روعة، بتبقى طعمها حكاية كده. بصوا كده الزهرة دي كده. البروكلي ده يا جماعة بيدي شوربة الخضار أو التولي، لو حبيتي تطبخيه تعمليه تولي بيديها طعم جميل جدا. بصوا حبايبي أنا بعد ما خلصتها وغسلتها طبعا خليتها زي الفل وحطيتها في الحلة، بديها بس ايه تشويحة كده عشان التشويحة دي انتي تبلها. دي تشويحة خفيفة كده على النار يا دوبك بس ايه تدبل بسيط كده، شايفين ايه كده، واروح منزلاها بقى ولما تبرد اعبيها. التشويحة دي يا حبايبي عشان تستوي لما تيجي تطلعيها من الفريزر تستوي معاكي، لو انت هتطبخيها تستوي معاكي على طول، تعملي بقى اي حاجة تلاقيها استوت على طول، وفي الوقت وفي نفس الوقت تحفظها برضه. بصوا يا حبايبي انا شوحتها كده تشويحه بسيطه على البوتاجاز. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا عامله ازاي ما شاء الله. احلى شوربه خضار هتجربوها وتعملوها. واحنا بقى يا جماعه في الشتاء، وطبعا انتوا عارفين خضار الشتاء جميل قد ايه. جيبوها واعملوها شيلوها كده في الفريزر واطبخوا منها، اعملوا منها على الرز البسمتي، اعملوا منها كل اللي انتوا عايزينه. حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة وطازة تقعد معاكي من السنة للسنة. هنسمي الله بقى كده ونعبيها في الأكياس اهو بسم الله. بصوا يا حبايبي عبيها كده كلها في الأكياس وأوريها لكم. بصوا يا حبايبي اهو ما شاء الله عبيتها في الأكياس اهو. جربوا اللي انتوا تعملوا شوربة الخضار دي، هي جميلة جدا ومفيدة ما شاء الله عليها ومغذية جدا. واحنا في الشتاء وخضار الشتاء انتوا عارفين حلو وكتير وطازة، في الصيف ما بنلاقيش الحاجات دي. الحاجات دي تقعد معاكي سنة بحالها، سنة بحالها الحاجات دي تقعد معاكي. وايه رأيكم فيها؟ حاجات جميلة بسم الله ما شاء الله. انتوا عارفين خضار الشتاء كتير وحلو وطازة، وتعملوها وعبوها كده في اكياس وحطوها في الفريزر تقعد معاكم السنة للسنة. شوربة خضار جاهزة جميلة مفيدة جدا. انا شوحتها اللي بقى ايه يعني ما تاخدش سوا على طول، اول ما تعمليها تاخد تستوي بسرعة، وكمان عشان ما تجلدش لما تطلعيها من الفريزر. خدتها تشويحة خفيفة كده اهو. بصوا الجمال والحلاوة. ما تنسوناش بقى يا جماعة في اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.